والفاونديشن بتاعك بيكلكع وبيقطع وبيبقى شكله كيكي، تعالي اقولك تعملي ايه عشان الفاونديشن بتاعك يبقى فلولس ويبقى شكله سيملس. اول حاجه لازم تهتمي ببشرتك وتبتدي تشوفي ازاي تتخلصي من العيوب بتاعتها. فعلا الشيفنج خلى الفاونديشن بتاعي يبقى شكله فلولس. ثالث حاجه هي السكين بريب، يعني تختاري البرايمر المناسب لبشرتك، ظبطي التصبغات بتاعتك قبل الفاونديشن، اختاري الفاونديشن المناسب لنوع بشرتك. الفاونديشن على ميكسنج باليت، استخدمي فاونديشن براش عشان تبتدي تضغطي كده الفاونديشن بالطبطبه. اوعي تسحبي الفاونديشن، لا طبطبي كده واضغطي، ابدأي من تحت واطلعي لفوق. ودي اي زياده من الفاونديشن بالسبونج وابتدي ان انت تطبطبي. لما تيجي تحطي الكريم برودكت ما تنسيش تستخدمي سيتنج سبراي قبل الدمج. لما تثبتي باللوز باودر اتاكدي ان مفيش اي كريسز. فلافي براش وانت بتحطي اللوز باودر علشان تبقى خفيفه كده، فرشه اكبر لباقي الوش، ودايما تشيلي اي زياده. انت بقى بشرتك دهنيه، عيدي على اللوز باودر بالسبونج، زاد في الاماكن اللي بتعرق عندك، تزودي كومباكت باودر في اماكن معينه انت عايزه لها تغطيه. بعد ما تخلصي الباودر ميك اب غرقي وشك سيتنج سبراي، نشفي السيتنج سبراي بمروحه او هوي عليه كده، وقبل ما السيتنج سبراي بتاعك ينشف اضغطيه بالناحيه النظيفه من السبونج. دي الفاينل ريزلتس. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عندكم اي سؤال سيبولي تحت في الكومنتس.